السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لفت نظري مشكلة لواحدة بتتصل بدكتورة هالة سمير، واحنا عارفين طبعا كلنا دكتورة هالة سمير، واللي ما يعرفهاش انصحه ان هو يعرفها ويتابعها، لان هي انسانة بسم الله ما شاء الله عليها، ربنا يكرمها ويزيدها من علمه ويكتر من أمثالها. محتاجين كتير جدا زي دكتورة هالة، عشان احنا محتاجين ان احنا نهدى ونرجع لربنا ونفوق من مشاكل كتير ومعاصي كتير وأخطاء كتير بنقع فيها. المتصلة دي كانت بتحكي مشكلتها للدكتورة هالة، بتقول ان هي عندها 29 سنة، اتجوزت من 10 سنين، يعني كان وقتها عندها 19 سنة. جوزها في الوقت ده كان عنده 36 سنة، يعني الفرق بينهم 17 سنة. دلوقتي هي 29 سنة وجوزها عنده 46 سنة. عاشت معاه، يعني حالتهم المادية ما كانتش أحسن حالة، كانت برضو يعني على قده. وكانت بتتكلم على طباعه إنه هو شديد شوية، والحقيقة دي حاجة غريبة جدا بالنسبة لي، يعني أنا مستغربة لها. دايما كنت أسمع إن لما بيبقى الفرق الكبير ده بين بنت بتتجوز واحد أكبر منها قوي، بيبقى مثلا عشان فلوسه. طب هي هنا بتقول إن الإمكانيات المادية مش أحسن حاجة، يعني على قده. طب اتجوزتيه بناء على إيه؟ طبعا ده كلامي مش تشجيع للبنات إن هي تتجوز حد أكبر منها عشان خاطر الفلوس، ولكن يعني السائد او اللي كان بنسمعه، يعني ان فرق السن لما بيبقى كبير كده بيبقى مثلا بيتغاضوا عن الفرق ده عشان المستوى المادي. لكن هنا مفيش اي مستوى مادي. طب عشان كان حنين ولا حاجة؟ لا، دي بتقول ان هو كان شديد معاها. طب عايزة افهم ايه اللي تمم الجوازة دي؟ لا في توافق في السن، ولا في توافق في الاسلوب، ولا في اي حاجة. الجوازة تمت ازاي؟ وطبعا انا مش بلوم عليها، لان 19 سنة دي عيلة. بلوم على الأهل. يعني كان فين التفكير؟ أو ليه بنحط بناتنا في مواقف زي كده؟ ليه نرمي بنتنا أول ما بتكبر وبتبتدي البنت تبقى آنسة كده، عروسة يلا مع أول واحد يطلبها؟ ليه نسمع ان الجواز سترة وعشان نسطرها؟ طب وهي قاعدة في بيت أهلها مفضوحة مثلا؟ ما هي مستورة برضو في بيت أهلها. وكل حاجة بتتوقف على التربية. لو ربنا كويس، حتى لو بنتنا دي قعدت جنبنا ما اتجوزتش هتفضل محافظة على نفسها. فكرة بقى ان يلا كل ما زرعة تكبر يلا اللي يشتريها، ده مش اسلوب، ولا ده مبدأ، ولا تعاليم، ولا دين، ولا اي حاجة. وهي صاحبة المشكلة اهي، وغيرها كتير. مشكلتها بقى هنا ايه؟ لا مشكلتها فلوس، ولا مشكلتها معاملة، ولا مشكلتها حاجة. مشكلتها ان الراجل ده عنده مشاكل كتير. طبعا هو كبر و... وعنده ضغط، وعنده سمنة، وعنده تقريبا سكر كمان. عنده أمراض كتير، وأثر معاها في أهم حاجة اللي هي العلاقة الزوجية. وهي 29 سنة، يعني لسه صغيرة، ودي حقوقها. فهي هنا واقفة محتارة. طب أنا أعمل إيه ولا أسأل مين؟ طبعا الحيرة دي كان لازم يبصوا لها من الأول، كان لازم الأهل يتبصوا لها من الأول وتعرف إن هيجي يوم زي ده، لأن فرق السن كبير. يعني احنا مثلا بنقول ان الفرق السن اللي بيبقى اللي ممكن يكون بين الزوج وزوجته 5 سنين حلو، لحد 10 سنين، ولحد 11 سنة ماشي. لكن بندخل بعد كده بقى في مراحل بتبقى يعني صعبة. التفكير بيبقى مختلف، الميول بتبقى مختلفة. خلاص بيبقى الراجل ده خلاص شبع من حياة الشباب، وخلاص بقى بيبتدي يدخل في مرحلة النضوج الكامل. وهي بتبقى لسه بنت، يعني في بداية حياتها، عايزة تتنطط وتجري وتفرح وتلعب. بيبقى في عدم توافق رهيب. فإحنا ليه نوقع نفسنا في المشكلة وبعد كده نرجع نندم، ولا نرجع ندور على حلول؟
وبرضو الأهم في ده كله الأهل. الأهل هي اللي بتقرر. يعني البنت مهما كانت طفلة، عيلة صغيرة، فما فيش في ده. وده كمان يعني دي اتجوزت 19 سنة، ده في بيتجوزوا أصغر منها وبيبقى الوضع أصعب. ليه بنحط نفسنا في الكلام ده يا جماعة؟ ليه؟ فكروا في عيالكم شوية بدل ما تفكروا في الفلوس، بدل ما تفكروا في في ان انتوا تخلصوا منها وخلاص عشان بحجة انها تسطروها. طب هي دي كده يعني صاحبة المشكلة دلوقتي في مأزق كبير، حقوقها الزوجية. طب هتعمل ايه؟ تغلط ولا تنحرف يعني، ولا تعمل ولا تتطلق منه وتسيبه هو مريض ومعاها منه 3 أولاد؟ مش أنا شايفة إن هي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة السبب فيها أهلها. كان لازم بصوا لحاجة زي كده، كان لازم يعني يحطوا ده في الاعتبار قبل ما يقرروا إن هم يدوا بنتهم لشخص فرق بينها وبينه كبير. وحتى هنا كمان واحنا بنتكلم مش بنتكلم في يعني حتى الماديات مش موجودة يا جماعة، الماديات مش موجودة. فانتوا قررتوا اتمام الجوازة دي بناء على ايه؟ انا هسيبكم مع الفيديو بتاع دكتور هالة وتسمعوا صاحبة المشكلة بنفسها، وتسمعوا رد دكتور هالة كمان نفسها. وخلوا بالكم يا جماعة من الامور دي كويس جدا، يعني لكل اب وكل ام وكل حد بيتفرج عليا، خلي بالكم ان السن من اهم العوامل اللي بترتب عليها اتمام الجواز. مش بس عشان ان هو قادر يفتح بيت، مش بس عشان الاخلاق، مش كل الحاجات دي طبعا اساسيات، بس من ضمنها كمان السن، عشان يبقى فيه توافق، يبقى الاتنين اللي عايشين مع بعض دول قادرين ان هم يعيشوا مع بعض ويشاركوا بعض في حياتهم، ما تبقاش مجرد حياة كده والسلام. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع لبعض تاني. يا دكتورة أنا متجوزة بقالي 10 سنين. تمام. عندي 29 سنة وجوزي 46 سنة. وزوجك كام؟ 46 سنة. بينك وبينه 20؟ 17. ماشي. حوالي كده. يا دكتورة هي دي هو عصبي ويعني وشديد شوية، صعب معايا شوية، ومادياته على قده، يعني تعبانة ماديا وكمان عصبي جدا. بس مش دي المشكلة ان بقاله مثلا بتاع سنة وزيادة كده مريض. مريض جدا لدرجة ان مفيش علاقة ما بيننا يعني. فأنا 29 سنة، فأنا مش عارفة بصراحة أقدر أتحمل يعني لحد إمتى. مش عارفة بصراحة، عايزة حد يفيدني في الموضوع ده. هو عنده سمنة وضغط وسكر وحاجات كده يعني صعبة، فهي اللي مسببة له الموضوع ده. بس كان بيتعالج ساعات ويطنش ساعات، ومش تلاقيه كسلان، وان مفيش فلوس، مفيش مثلا مروح للدكتور باستمرار، مفيش اخذ علاج باستمرار. فانا بصراحة تعبانة يعني، بقالي سنة وزيادة في الموضوع ده، وغير ان انا ما كنتش مرتاحة قبل كده ولا ماديا ولا نفسيا. عمر زواجك معاه كام يا منال؟ متزوجة بقالي كام؟ 10 سنين. 10 سنين ومعايا 3 اولاد. ومعاكي ايه؟ 3 اولاد. بنتين وولد. تمام. طيب هجاوب. مش عارفه بصراحه يا دكتوره، هو الموضوع ده المفروض يتحل ازاي او اعمل ايه؟ طب 29 سنه، طب هتقولي لي اصبر واستحمل، يعني طب هتحمل لحد امتى؟ انا لسه يعتبر اللي قدي اصحابي لسه بيتجوزوا. صحيح. طيب اسمعيني يا منال. طبعا فرق السن احنا بنقول لما اجي اتزوج او اخطب على الاقل يبقى بينه وبينها من 5 سنين، ده كويس ما بين الزوج والزوجه، فرق هو اكبر منها مثلا ب5 سنين. 6 سنين حلو، 8 9 10 11 برضو حلو يعني، فبيبان هو ماشي كده وهي لسه صغيره عصفوره، حلو مش وحش يعني. بعد كده الدنيا بتبقى مش تمام قوي، هو بيبقى مرحله عمريه مختلفه تماما عن المرحله العمريه اللي الزوجه فيها. وتبص تقول لك انا عروسه وعايزه تنط، تقول لها ما تعالي، كسرها. او مش عارفه يعمل ايه، فيقول لها ايه الهبل ده، احنا هنعمل شغل العيال ده كتير، فتقول لك بقيت حاسه ان انا عندي 80 سنه مش عندي لسه 20 سنه ولا 25 سنه. فبنراعي موضوع السن دوت يعني. الا او اذا كان بقى في يعني العكس، تقول لك ايه انا الكبيره وهو الصغير، ففي واتكلمنا في الموضوع ده في شروط الاختيار. خليني اقول لك على حاجه.
انت مش عارفه تتصرفي ازاي او تسالي ايه، تسالي مين، ده اللي انت قلتيه تحديدا. انت اللي تقدري تجاوبي على نفسك، لا انا ولا غيري، انت يا منال. هل امر العلاقه عندك امر حيوي وجدي لا وملح جدا لدرجه مثلا انك انت لا ما بتقدريش، او مثلا يعني الاقي مثلا زوجات باعتين حاجات صعبه جدا تقول لك غايب وبعيد ومسافر، ده هو موجود ولا وكويس بس هو مسافر وبعيد، فانا اضطريت كذا الامر عندها فراحت ما اعرفش عملت ايه، فمش عايزين نقول عشان ما ننشرش الامر. لكن لقيت لا الامر عادي، جه ما جاش خلاص، لو جه وطلبني الدنيا ما طلبنيش الدنيا مش فارقه. انت انهي نوع؟ لا انا ما اعرفش، انت اللي تعرفي، فانت اللي تجاوبي. لو الامر ده لا عدم اتيانه ليكي هيسبب مشاكل او استغفر الله نقع في فاحشه او يترتب عليه كبيره من الكبائر، لا يبقى خلاص توكلنا على الله وانت ايه بقى ده كده. لكن الامر عندك مش فارق، اقعد لاولادي يا رب مش عارفه ايه، والامور مش كذا، كل واحده تختلف عن الثانيه، وما تسمعيش كلام حد غير متخصص. فتاوى بقى عارفه انت كده اللي يقعدوا ينشروها على الجروبات، وبعدين كل واحد او مثلا فيديو يتعلق والناس نازله عماله تعلق، لا كل واحد بيتكلم من وجهه نظره. انت اللي تقدري تحددي الامر ده عندك حيوي ولا لا، الامر ده حد فاصل ولا لا، ده جزء. اصل صحباتي ايوه بس انت مش فارق معاك، اصل كذا مش فارق، لو فارق يبقى خلاص. الجزء الثاني هو راجل مريض، وراجل قعدتي معاه 10 سنين والدنيا مش ملحه قوي في امر العلاقه بالنسبه لك، وهو بالنسبه له كذا، يعني من انك تبقي من معاني انك تبقي اصيله ان انا اطيب بالراجل ده. اكلت حلوه كان كويس في فتره من الفترات وتعبان بقاله سنه ونص، انا اكلمه واقول له تعالى نروح نتعالج، تعالى نعمل كذا، طب ازاي نزود الدخل، طب ازاي نعمل كذا، طب ممكن نوفر في كذا، طب ممكن نعمل كذا، فتحي له امور. وممكن يعني ايه لو الدنيا زي ما قلت لك مش عندك مش عاليه قوي، خلاص احنا نصبر على الراجل ده. لكن لا ما قدرتش ولا زهقت ولا كذا ولا انا عايزه مش عارفه ايه، وعندي فتن ومش عارفه مين شاغلني ومين بيكلمني ومين مش عارفه عمل ايه ومين كذا واي كلام، او صاحباتها الاعداء بقى والاشرار اللي بيوسوسوا، ولقيتي لا الامر فعلا عندك عامل ازمه وهتروحي الكبيره استغفر الله، يبقى خلاص نمي. خلاف كده اصبري عليه. وده مش نوع من اللي بيقول لك ايه بتاع اصبري بقى لا اصبري يا بنتي، حسبة لله للامر وللراجل المريض دوت. محدش عارف، انا اعرف حالات كتيره جدا جدا وبواقع اللي الواحد سمع وسنين الخبره ديت يعني. ولا اول وراحت في محاكم وطلب الطلاق والراجل مش عايز يطلقها، وابنها وعيالها الكبار ولو هي تقول لك مالها خلاص واتطلقت من هنا بعدها بشهرين الراجل توفاه الله. يعني سبحانك يا رب. تقول لو كنت صبرت بس شهر. طبعا احنا ما بنقولش ان اعملي حاجه فوق طاقتك واعملي حاجه فوق قدرات، ولو الامر زي ما انا قلت لك هيسبب كبيره لا خلاص وادعي ربنا سبحانه وتعالى. مين يحدد تاني؟ انت الامر داخلي عامل جواكي ايه، الامر ايه وضعه ايه، هو ده اللي يحدد. ادعو الله سبحانه وتعالى لك ان ربنا يبصرك، ودايما ادعي ربنا يا ربنا بصرني بالخير، يا ربنا بصرني بالخير يا رب، ادعي دايما. ونراعي يا جماعه الناس المقبله، راعوا موضوع السن دوت علشان خاطر اوضاع زي دي. ما تتخيلوش انا زعلانه ومتضايقه على صاحبه المشكله ازاي، لان الموقف اللي هي فيه صعب، ولو هي قررت ان هي تكمل وتصبر هتبقى دفنت نفسها وشبابها وانوثتها وخلاص واستعوضت ربنا فيهم. ولو قررت انها تتطلق هيبقى رمت العشره ورمت الراجل الكبير اللي عاشت معاه العمر ده، واولادهم هيبقوا راحوا كده اتشتتوا بين الاتنين، لان دايما الاولاد هي الطرف الخسران في اي علاقه انفصال. فانا في الحالتين انا شايفه ان هي خسرانه، في الحالتين خسرانه. انا زعلانه عليها وما زلت مصممه وبلوم على الاهل اللي هم حطوها في الموقف ده. نصبر ونفكر كويس ونختار كويس، نختار شريك حياتنا ونختار شريك حياة لأولادنا، ونحط قدامنا كل حاجة ونشوف ونبص للمستقبل. لازم يكون عندنا نظرة لقدام شوية،
مش كل حاجة نبص اللي قدامنا أو تحت رجلينا، لازم نبص شوية لبعيد. لو هي جت زي ما احنا توقعناها يبقى خير وبركة، لو ما جاتش زي ما توقعناها ربنا بيلطف برضو. يعني لو في حاجات احنا ما عملناش حسابها أو جت عكس التوقعات، ربنا بيكون معانا في خطوينا طالما احنا بنستنجد بيه وبنقول يا رب. بس ما نرميش نفسنا في التهلكة، أو ما نعملش الغلط ونقول ربنا هيستر بعدين. ما هو ربنا مدينا ده ليه؟ مدينا المخ ده ليه؟ يعني لو احنا كائنات مسيرة مش مخيرة زي الحيوانات، ما كانش بقى لينا حساب. لكن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مخيرين، مخيرين عشان احنا هنتحاسب على اختياراتنا. دماغنا قادرة انها تفكر وتختار بين ده وبين ده. ربنا بيحط لك حاجات وبيقول لك الصح كذا 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 والغلط كذا كذا كذا، وانت عليك ان انت تمشي في السكة اللي انت هتختارها واللي انت هتتحاسب عليها. فما ينفعش يا جماعة ان احنا يعني نبص تحت رجلينا، لازم نبص لقدام. ولازم نعمل حسابنا ان احنا مش عايشين، اولادنا هيفضلوا في مرحلة في حياتهم لوحدهم. فما ينفعش ان انت تزحلقهم وخلاص وتقول هو انا كده بسطرهم. طب لما انت بقى لما يحصل مشكلة عشان احنا ما حسبناش كويس واحنا نكون اتكلنا على الله، عيالنا دي من اللي هتقف معاها؟ عيالنا دي مين اللي هيديهم مشورة؟ مين اللي هيقول لهم اعمل كده وما تعملش كده؟ يعني هيتوهوا. لازم نحطهم في طريق صح، في سكة صح، مش اي سكة والسلام. احنا مش بنخلص منهم يا جماعة، وإلا من الأول ما كناش جبناهم. طب بتخلفوا ليه؟ لما انتوا عايزين تخلصوا منهم بتخلفوا ليه؟ لو خلفت عيل لازم تبقى فاهم ان انت مسؤول مسؤولية كاملة عن العيل ده. ولما تحطه على طريق وفي سكة لازم تبقى باصص لقدام وعارف اللي قدام هيوصل لفين، وتبقى عارف قدراته وحدوده. صاحبة المشكلة هنا ربنا معاها. أنا بدعي لها إن ربنا يرشدها ويعني ويسلم، يعني ربنا يسلم. أنا ما أتمنى لهاش حاجة وحشة، وما أتمنى لهاش إن هي يعني إن الشيطان بيدخل من المواقف اللي زي دي ليها بقى او لغيرها. الشيطان بيدخل هنا. ممكن لو قررت ان هي، طبعا انا مش بقول ان هي هتعمل كده، بس انا بقول لو واحدة نفسها ضعيفة، ايمانها ضعيف، يعني مش قوية، وقالت انا مثلا هكمل عشان كلام الناس وان ما حدش يقول ان انا رميته لما كبر، وقررت انها تكمل مع جوزها، ودخلها بقى الشيطان من ناحية تانية، انت صغيرة انت حلوة، مع اول كلمة لأي واحد هتضعف. فانا هنا زعلانة عليها. وكمان برضو لو هي اختارت ان هي تسيب جوزها، يعني ما هو كبر هو كمان ومحتاج اللي يراعيه واولادهم. يعني مش عارفة، انا شايفة ان المشكلة بصراحة كبيرة. ربنا يهديها يعني ويلهمها بالطريق اللي المفروض تمشي فيه. وبنوه تاني وبقول لكم ارجوكم 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 خلوا بالكم من اختياراتكم في الجواز. الجواز ده الحياة اللي انتوا السكة اللي هتمشوا عليها بعدين، هو ده المستقبل. فما ينفعش ان انا ارمي نفسي في اي حاجة واقول عشان اكمل وخلاص عشان اعيش. ما ينفعش اختار اي اختيار عشان اهرب من بيت اهلي لو هو مش كويس. اختار اي اختيار عشان الماديات. اختار اي اختيار عشان مجرد ان هو عنده فرط في الحنية. واحدة مثلا عندها حرمان عاطفي من اهلها فعوضته في راجل كبير. لا يا جماعة، لا. وكل ده هتتحاسبوا عليه انتوا كآباء وكأمهات، لو انتوا قصرتوا مع أولادكم وخليتوهم يروحوا يرموا نفسهم في حاجة زي كده. أنا يعني من كلامي دلوقتي وبحاول إني ألحق أي أب أو أي أم إنه يجوز بنته في سن صغير. بلاش، سيبوهم يكبروا ينضجوا، عقلهم يتفتح شوية، ويبقى ليهم برضو ذوق في اختيار شريك الحياة. كل ما البنت بتكبر كل ما تفكيرها بينضج، فبتبقى قادرة ان هي تختار الانسان اللي هتكمل معاه ده وفق معايير هي بتحددها لنفسها. طبعا كل ده لازم يكون تحت اشرافكم، بس القرار لازم يكون فيه مشاركة اللي هيتجوز. فانت عشان تشارك حد لازم يكون كبير، مش مجرد طفل صغير
حلقة النهاردة خلصت، بس لسه الحلقات جاية كتير. استنوني في حلقة تانية جاية. شكرا ومع ألف سلامة.